وبنشوف لجنة تفتيش في الشارع بتوقف عربية فيها 3 وبتفتش على بطاقات الهوية بتاعتهم، وبيقابلهم ولد بيكون عاوز يعدي بس اللي واقف في التفتيش بيعطله وبيتخانق معاه الولد الصغير وبيسهيه وبيجري منه. وبيكون ال3 اللي اتفتشوا من شوية معاهم واحدة ست مخبيينها في شنطة العربية اللي هم فيها، وبيقرب منهم الولد الصغير وبيقول لهم انه عاوز يروح معاهم المكان اللي رايحينه، فبتقول له الست ما تعملش فيها بطل وروح العب بعيد. وفعلا بيروحوا ال3 اللي اسمهم سمير وكريم واسماعيل ومعاهم الست اللي اسمها ادريانا لمنطقة بين الجبال علشان يدوروا على تاج ساباك اللي كان مع الملك اكتن عشان يقضوا على المرتزقة اللي ماليين كانداك. وبتكون ادريانا هي اللي داخله الكهف في الاول وبتحاول انها تاخد بالها من الطريق اللي ماشيه فيه، وبيستنى كريم بره في العربيه لكن بيلاقي سمير مرمي من فوق الجبل بدون سابق انذار. ولما بتسأل ادريانا عن سمير بيرد عليها اسماعيل اللي معاها في الكهف ان سمير قرر يخرج يشم شويه هوا عشان جو الكهف مش عاجبه،